السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبأحوال جيدة. اليوم غادي نوجد معكم لي بانكيك اللي كيجيو رائعين، كيجيو خفاف. كنتمنى ينالوا اعجابكم وتجربوهم. عندي هنا في المقادير ديال هاد الفطائر اولا البانكيك، عندي هنا 2 ديال البيضات اللي كيكونوا بطبيعة الحال بحرارة المطبخ. غنضيف على هاد البيض قبصة ديال الملح اولا قليل من الملح. غادي نزيد عليهم، غادي نعبر بهاد المعلقه، غادي ندير 3 المعالق كبار ديال السكر سنيده. اللي بغى ينقص الحلاوه يمكن لكم ديروا غير 2 المعالق اولا معلقه واحده، كل واحد والذوق ديالو. انا هنا درت 3 المعالق كبار ديال السكر سنيده. غادي ناخذ دابا الخلاط اليدوي وغادي نخلط جيدا هاد العناصر حتى كتنسجم لي البيض مع السكر جيدا، وعاد غادي نضيف باقي المكونات. دابا هنا كنخلط هاد العناصر مزيان. يمكن لكم ديروا هاد المكونات كاملين في الخلاط الكهربائي اولا في الميكسور وتخلطوهم دقه واحده، يعني هكاك غادي يجيكم ساهل. اولا هكا يعني تخلطوه غير بالخلاط اليدوي. من بعد غادي نضيف الزيت. بالنسبه للزيت غادي ندير هنا 6 المعالق ديال الزيت. هنا كنعبر غير بالمعالق، يعني غير بالمعلقه كنعبر هنا 6 المعالق ديال الزيت العاديه. دابا من بعد ما ضفت الكميه اللي غادي نحتاج ديال الزيت، غادي نعاود نحرك مزيان هذا الخليط، وغادي نزيد عليه 2 ديال ديال سكر فانيلا. غادي ندير هنا 2، غادي نضيفهم على هذا الخليط. صافي كنخلطوا مزيان هاد البيض وسنيده والزيت والفانيلا حتى كينسجموا مزيان. عاد غادي نضيف السوائل. كيف كتشوفوا كنحاولوا اننا نحركوهم مزيان بهذا الشكل. بالنسبه غادي نضيف دابا الحليب. بالنسبه للحليب كنضيف كاس ونصف ديال الحليب. من الافضل الحليب ما تخرجوش من الثلاجه مباشره تضيفوه على هذا الخليط. من الافضل الحليب يكون يا اما دفيه واحد شويه او لا يكون خارج الثلاجه على الاقل واحد ساعتين المكانه باش هكا ينجح معكم البانكيك. دابا بعد ما ضفت كاس ونصف ديال الحليب غادي نستمر هكا في التحراك، وعاد غادي نزيد خميره الحلويات والدقيق. هما كنخليهم حتى الاخير من بعد ما كينسجموا هاد العناصر. بالنسبه للدقيق كنضيف 2 كيسان ديال الدقيق. نفس الكاس باش عبرت الحليب هو اللي غادي نعبروا به الدقيق. كنضيفوا 2 كيسان ديال الدقيق. كنحاول اننا نخويوه مزيان هكا. صافي وغادي نحرك جيدا، وغادي نزيد ساشي ديال خميره الحلويات من وزن 8 غرام. يمكن لكم تضيفوا 7 غرام او اللي متوفره عنده خميره الحلويات من وزن 11 غرام حتى هو يضيفها. يعني كل واحد والكميه او الساشي ديال خميره الحلويات اللي عنده. صافي غادي نستمر هكا كنحرك مزيان. دابا كندخل هاد الدقيق مع الخميره في هاد الخليط حتى كينسجموا مزيان، وكنتحصلوا على خليط اللي كيكون هكا ما كيكونش ثقيل وما كيكونش خفيف بزاف. غادي تشوفوا معايا القوام ديال هذا الخليط كي غادي يولي. ومن الافضل انكم يعني الا لقيتوا التكتلات ديال الدقيق دوزوا في الخلاط اولا تصفيوه مزيان وعاد تخدموا به. هكا كيكون القوام ديال هذا الخليط ديال البانكيك. ها هو، يعني راه غير كتخليه واحد شويه سبحان الله العظيم يعني كيتشرب ما كيوليش هكاك يعني سائل بزاف. صافي كنبقى نسخن المقله ديالي وكنحط هنا الخليط ديال البانكيك، يعني مباشره كنحطوه واحد شويه مباشره كنقلبوه كيف ما كتشوفوا هنا في الفيديو. صافي كنخليوه كيتحمر من كلا الجهتين. راه كيجي واحد البانكيك اللي هو رائع بزاف، كيجي خفيف مهوي من الداخل. كنتمنى تجربوا هذه الطريقه وتنال اعجابكم. وهذا هو البانكيك ديالنا بعد ما تحمر من كلا الجهتين. كنحطوه في شي منديل هكا كنخليوه حتى كنكملوا الكميه اللي عندنا ديال هاد البانكيك. وصافي وغادي تشوفوا معايا مزيان الفيديو.
يعني ما بغيتش نسرع الفيديو، فضلت انه هكا يعني تشوفوه هكا عن قرب وتستافدوا مزيان في الفيديو. بالنسبه ما تغفلوش عليه، يعني راه بالخف كيطيب بالخف كيتحمر. حاولوا انكم ما تغفلوش عليه. راه هنا صراحه هذه غفلت عليها واحد شويه، ولات هكا اللون ديالها مغمق واحد شويه. غير كتخويو الخليط مباشره واحد 30 ثانيه كتقلبوه، وكيجي اللون هو هذاك، كيجي رائع بزاف. هذا هو الشكل ديال البانكيك ديالنا، كيجي رائع بزاف. كنتمنى ينال اعجابكم وتجربوا هذه الطريقه ديالي وتنال استحسانكم. غادي نقطع لكم هذه باش تشوفوها من الداخل، كيجي مهوي كيجي خفيف. كنتمنى الى عجبكم لا فيديو ديال اليوم ديروا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش توصلوا بالجديد. ونخليكم في امان الله الى فيديو قادم بحول الله. بسلام عليكم.